السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام. نرجو منكم الضغط على زر الإعجاب والمتابعة ليصلكم كل جديد مني إليكم سلامي الحار. متابعينا الكرام، اليوم سأروي لكم قصة جد حزينة، قصة أثرت فينا لدرجة البكاء. أرجو منكم أن تدعوا للبنت التي كانت طير من طيور الجنة، التي توفيت قتلا على يد والدها بالرحمة. أسماء أميمة لم تتجاوز 16، ذبحت من طرف أبوها لأنها قررت أن تشتكي للدرك من العنف والضرب الذي تتعرض له هي وأمها. حاولت أميمة طلب المساعدة مرارا وتكرارا، واليوم وهي راجعة من عند الدرك الوطني ذبحها والدها. ذهب ليسلم نفسه والدماء في قميصه ويقول: شكات بيا؟ كيش كاتبك؟ قتلتها؟ هل لأب يقتل فلذة كبده بهذه البساطة؟ والله الأمر متعب ومرهق جدا 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 مرهق. أعجز عن الوصف، أعجز عن الكلام. دم عاره في رقبته. الضرب والعنف ليس من شمات المسلمين، وليس من لا مبرر يبرر القتل. ومن هو القاتل؟ الأب. في رأيكم كيف لأب أن يقتل ابنته التي كانت تراه السند، ابنته التي كانت تراه الحماية، الأمان. أول كلمة تنطق بها البنت عندما تبدأ في مشوار الحياة هي بابا. كيف له أن ينسى كل هذه الذكريات؟ الوصف يعجز لساني عن وصف ما حدث. والله قصة أميمة تحرق القلب. كيف لأب أن يقتل ابنته؟ كيف بهذا القلب البارد؟ أتمنى من العدالة أن تحاسبه كما يلزم. ربي يرحمه، البقاء لله. هي عروس في الجنة، هي طير من طيور الجنة، رحمها الله. ندعو لها بالرحمة متابعين الكرام، وأشكركم على المتابعة وحسن الاستماع. أتمنى منكم الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.